السلام عليكم. النهارده هنتعرف على مباريات دور ال16 من الدوري الأوروبي، مباريات الذهاب ومباريات العودة، كمان توقعاتي لهذه المباريات. قبل ما أبدأ بس استسمحكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس عشان أي حاجة أنا أعملها توصل لكم. مباريات دور الذهاب من بطولة الدوري الأوروبي دور ال16. سبورتنج لشبونة البرتغالي هيلاعب أتلانتا الإيطالي يوم الأربعاء 6/3 الساعة 8:15 مساء. يوم الخميس هتتلعب 3 مباريات في توقيت واحد، الساعة 8:15 مساء. روما الإيطالي هيلاعب برايتون الإنجليزي، سبارتا براغا التشيكي هيلاعب ليفربول الإنجليزي، وكاراباغ الأربجاني هيلاعب ليفركوزن الألماني. يوم الخميس هتتلعب 4 مباريات الساعة 10 مساء. AC ميلان الإيطالي هيلاعب سليفيا براغا التشيكي، فاربورج الألماني هيلاعب وست هام الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي هيلاعب رينجرز الاسكتلندي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي هيلاعب فياريال الأسباني. عايز أذكر حضراتكم الأربع مباريات الأخرى دول هتتلعب في نفس التوقيت الساعة 10 مساء. دلوقتي هنتعرف عن مباراة العودة من بطولة الدوري الأوروبي. اليوم ده هيتلعب 4 مباريات في نفس التوقيت الساعة 8:15 مساء. سليفيا براغا التشيكي هيلاعب AC ميلان الإيطالي، رينجرز الاسكتلندي هيلاعب بنفيكا البرتغالي، فياريال الأسباني هيلاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ووست هام الإنجليزي هيلاعب فوربورج الألماني. في نفس اليوم هتتلعب 4 مباريات في نفس التوقيت الساعة 10 مساء. أتلانتا الإيطالي هيلاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، برايتون الإنجليزي هيلاعب روما الإيطالي، ليفركوزن الألماني هيلاعب كاراباغ الأربجاني، ليفربول الإنجليزي هيلاعب سبارتا براغا التشيكي. توقعات المباراة دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي. سبورتنج البرتغالي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، أتلانتا الإيطالي. أرشح سبورتنج لشبونة البرتغالي. روما الإيطالي، برايتون الإنجليزي. أرشح يعني وبالاسم كده تقدر تقول روما، ولكن أنا معرفش روما دلوقتي أداء عامل ازاي، بس أنا أرشح روما الإيطالي. سبارتا براغا التشيكي، ليفربول الإنجليزي. طبعا أرشح ليفربول 100%. كاراباغ الأربجاني، ليفركوزن الألماني. أرشح طبعا ليفركوزن الألماني. AC ميلان الإيطالي، سليفيا براغا التشيكي. أرشح طبعا AC ميلان الإيطالي. فوربورج الألماني، وست هام الإنجليزي. المباراة دي هتبقى صعبة للفرقتين. أرشح فوربورج الألماني. فريق وست هام برضو فريق جامد برضو، ولكن بخبرة الفريق الألماني يقدر إنه يحسم الصعود للدور القادم. بنفيكا برتغالي هيلاعب رينجرز اسكتلندي. أرشح بنفيكا برتغالي. أولمبيك مارسيليا الفرنسي هيلاعب فياريال الأسباني. أرشح أولمبيك مارسيليا الفرنسي. فريق فياريال من الفرق الكبيرة في أسبانيا، والفرق اللي بتنافس على طول على هذه البطولة اللي هي بطولة الدوري الأوروبي، وليها فرصة برضو في الصعود في هذا الدور. كده عرفنا مباريات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، مباراة الذهاب ومباراة العودة، وكمان عرفنا المرشحين الأقوى للصعود إلى دور الثمانية.